وش هي الحكايه تاع ريفكا مع الورقلي؟ بون الورقلي انسان، ولا خليني نقول لكم نبداو الحكايه من الاول. اندرو كان صحفي يمشي في امان الله، تلاقى بالورقلي قال له وقتها بكيت اخر مره بكيت فيها. وينطلق الورقلي. انا بديت بالورقلي خدمه ما كانتش ما يحبوش الزوالي. بون هي الحكايه ماشي هكا، مي ننصحكم خاوتي افهموا الحكايه كيما هكا خير، بيسك الحكايه اللي حكاها لهم تحسوا يحكي في فيلم تاع بوليوود ولا فيديو من لي فيديو تاع داك دارمان اللي لا تحكم على الكتاب من غلافه، هذا الرجل الغني يطرد الشاب الفقير. المهم اسمعوا واش قال. عنده سمانه ولا نقول لك اصبر زيدوا شويه مؤثرات بالكش ما يغدي شويه. جيت انا نحوس على خدمه في واحد الليله، فت على سيدي يحيى، لقيت امراه مريحه في واحد البيتزيريا، رحت لها انا قلت لها اخوك من ورقله وجاي لنا شاقي على جال باش يخدم على عائلته، قالت لي اروح ريح معايا. ريحت معاها، جاموا البيتزيريا هذيك غاضوا الحال كي شافني مريح معاها ومانيش زعمك مستيكي روحي كيما هما، قال لي يا نوض من هنا. قالت لي هذيك الطبيبه النفسانيه كان ينوض هو نوض انا، بعد من موراها هي راحت ليه انايا والبيتزيريا، عطيته السي في تاعي، شدوا قطعوا لي في وجهي، بقيت نبكي. ما كاينش منها. لا هذا صدق. ما تكتب. المهم نروحوا لريفكا. بون ريفكا هو انسان خسر بطاقه الزوالي الذهبيه بيسك شرا فيلا ب 3 ملاير، وكي تخسر بطاقه الزوالي الذهبيه تفقد 95% من المحبه تاع الناس و100% من الحقوق تاعك في الجزائر. المهم ريفكا مور ما شاف الفيديو تاع السيد هذا قال انا عندي ريستو خلي نعاونو خليها لربي، ودار ستوري في الانستا قال لهم جيبوا لي النيميرو تاع السيد هذا. المهم كيما كان الحال المتابعين وصلوا السيد هذا للريستو تاع ريفكا. المهم ريفكا وجماعته شراو له تليفون كراو له دار وزادوا دبروا له خدمه. وتنطلق العقليه الجزائريه في السوشيال ميديا، دارها بيعه ودي تشهر، قاعد يدير بيبليسيتي للمطعم تاعو، قاعد يستغل في الزوالي وكذا وكذا. وهي نورمالمون كعقلية إنسان طبيعي ومسلم وكذا، الإنسان يدير على واش شاف تعينه فقط. شاف إنسان دار حاجة مليحة يدعي له بالخير ويقول ربي يجازيه، شاف إنسان دار حاجة ماشي مليحة يقول ربي يهديه، أما النية ديك تبقى بين البنادم وبين ربي. وفي الحكاية هذه ريفكا باين باللي دار حاجة مليحة، أما النية تقعد بينه وبين ربي، ما لازمش ندخلوا روحنا فيها. المهم وبعد أيام اكزاكت مورمال الورق اللي يحكم بالدار تاعو اللي كراها له كريم تاع التيك توك ولا يدير لي لايف، وقال لهم في اللايف تاعو باللي ريفكا إنسان طحان كل ما يحشم. بون هي تبان لي تحمست شويه، مي هي قريب قال له مكاك. المهم قال لهم راني بلا خدمه وريفكا ما حبش يخدمني وما حبش يوفي بالوعد تاعو. قلت له خويا ريفكا خلاص حطني هنا في لا مادري وخلاص خلينا نخدم معاكم هنايا. قال لي ما قعدتش البلاصه ما كانش كيف ندير لك. انا دميت رايح يعني من ذاك النهار حتى لدرك اخواتي راني ما خدمتش معاه ريفكا ابدا. وتنطلق زافرات الانذار وينطلق الشعب. قلت لكم ريفكا انسان رخيص دارها باه يشهر المطعم تاعو، بعد طيش الزوالي ما يعيش في البلاد هذه. وهنا تكمن عقليه خلاف للشعب الجزائري واللي هي ما يسمعوش لكلتا الطرفين. المهم ريفكا موراها بشويه طلق لي ستوري هادو، بصح كي تلحق للسمعه تاعي، كي تلحق للتربيه تاعي، كي تلحق للشرف ديالي ما نقدرش نسمحوا لي خوتي، باسكو انا انسان ما نعرفش ريفكا، نشوف اللايف تاعو ريفكا نكرهو، نتلاقى بريفكا برا نسقلو فيه وجهو. يا خو فوتنا من التمسخير هذا، الحكايه كاينه منها ولا ها؟ كيفاش ريفكا يجيب انسان يقولوا نخدمك ومن بعد كي يجي يقولوا ما كاش بلاصه؟ والله يا خوتي غير شوف ورحبنا به، قلنا له راهم معاك رجال، واش خصك رانا هنا هكا حتبات تاكل تشرب ونخدموك. قلت له شوف ما تعرفش تسربي ما تعرفش طيب تبدا بلونجور. صحا ما يعرفش يطيب وما يعرفش يسربي. هي صح خوتي، واحد مازال متعلم في هذه الدنيا، مي جاني الفضول برك حبيت نعرف واش كتب في السي في تاعو. دقيقه حبس ايوه جانا من جهات مختصه السي في تاعو خوتي، دقيقه نشوفوه. الاسم اللقب بخط عريض زوالي صحا، مي على حساب الشوف اخويا الورقلي هذه بطاقه معلومات ماشي سي في، هذه هي اللي كانت تقولنا الشيخه عمروها في الدخلات القرايه. غامضه صح معليش كمل. هكا حتبات تاكل تشرب ونخدموك. قلت له شوف ما تعرفش تسربي ما تعرفش طيب تبدا بلونجور عادي نورمال، ومن بعد بالعقل نديروا لك فورماسيون بالك تولي كويزيني بالك تولي سيرفور. يبات ياكل ويشرب وزيدوا تخدموه تاني ومع الاخر زيد دير له ستاج يتسمى انا تاني نروح نبكي قدام تيليفي. لا صاير واش طيب تبدا بلونجور عادي نورمال. واش ريبوندي لي خوتي انا ما نغسلش الماء نقلي. واش يقول لي نخدم ريسبسيونيست
قال لي نخدم في الاستقبال انا. لا ريفكا انت اللي غلط لهنا يا اخو. نورمالمون انت زيد تكمل مزيتك وتكتب المطعم باسمو. علاش ديجا المطعم كيفو اسمو البادري ولا هو كيفو اسمو؟ قولوا شاكر. شكري صح سميه الشكري. وش هي اللوغو ذا اللي ما يصلحش ديجا؟ دقيقه ايوا هكا مريقله. هيا دركا يا اخو والله سيريو. درك انت جيت من ورقله باه تخدم تحوس على خدمه. مور ما لقيت خدمه وسكنه وكذا قلت لها ما نخدمش سيريو. درك انت ما تعرفش تطيب ما تعرفش تسربي يعني ما فهمتش حطك شركه معاه ولا كيف؟ فهمني. قلت له خويا العزيز شوف راك صغير راح نساعفك. قال لي عندي بزاف مش دارنا. قلت له ماشي مشكل دوك انا نبعثك تشوف داركم. ديتو المطار راح شاف دارهم 5 ايام عاودوا ولا ريفكا لك انت تاني تاخير يا اخو. انا تاني عندي بالك 7 سنين كاك ما شفتش دارنا. شغل دار يسكنوا في نيويورك وقدامنا لك انت عاملنا انا نقصر يا اخو قالوا نخدم ريسبسيونيست يا حطيته في لوتيل بات الليله تاعو. غدوه من دا قلت له بون دوكا روح تبات مع الخدامين. واش يقول لي؟ انا ما نباتش مع الخدامين. قال لي انا نبات وحدي. يا اخو لهنا تاني كون درتو لسمو الملكه كاش سويت ولا ما فهمتش؟ كون درتو لها كاش سويت هكا تاني تريح فيه وحدها وشغل الخصوصيه يا ريفكا يا اخو. لهنا تاني اللي غلط ما فهمتش. درت به بيبليسيتي الريستورون تاعك ومن بعد قلت له ما عندناش بلاصه سمح لنا. لاش تخدموا ويتر يمسح الطوابل وما تقولوش روح سمح لنا ما كاش بلاصه. لعبت به يا سيدي خلصوا على لا بيبليسيتي اللي دارها لك. درت به بيبليسيتي الريستورون تاعك. وهذا حمار مغوار يعني صدم برك بلا ما يفهم الحكايه ما فهمتش. ومور هذا الفيديو طلع لي فيديو خلاف واكتشفت بلي الحكايه السيفي اللي قطعوه له في وجهه ما كانش منها. يعني الورقلي قمه في التمثيل تستاهل اوسكار يا اخو. شحال نقول لك صفقوا له خاوتي صفقوا له. كون نجيب لك السيد دروك نجيب لك السيد اللي قطع لك السيف. دقيقه تجيبوا ليا صح كون نجيبه دروك دوك يطلع في اللايف بصح باه يعرفوا الناس باللي انت شادرت باه قطع لك السيف. ما كاش من هذا السيد ما يطير شكيتش كان يطيق يطلع. احمد خويا اقسم بالله العلي العظيم والله يجيبها لي في مهمتي. ما كان منها هذيك ليستوار تاع السيفي ما والو صح. اقسم بالله العلي العظيم. المهم وبعد ايام وعفسه كيما هكا المهم عيطت للورقلي ريستو خلاف اللي يسميوها خيمه الناقه. وكالعاده تهلاو فيه وكدا ومنا وخدموه سيرفر. يعني ما فهمتش الورقلي كيف قبل يخدم سيرفر يبين يعطيه 80% هكا بورسونتاج من الفايده ولا عفسه كيما هكا. المهم الشعب فرح قال سي بون السيد هذا لقى خدمه كدا منا من هي درك ما خلصت الحكايه تاعو سما. ولكن يرجع الورقلي بمفاجاه اخرى. موراها بيوم ولا خرج صاحب مطعم الناقه في فيديو وقال لهم الورقلي باقي سهر في الليل وما حبش ينوض الصباح باه يخدم وكدا. جاو ينوضوا الخدامين ما حبش ينوض. وهنا نمدوا جائزه خلاف للورقلي وهي جائزه التفاني في العمل قصدي التفنيين في العمل. ونزيدوا نروحوا لاخر فيديو طلقوا الورقلي بيسك صاي وجعني راسي من الورقلي الزاحب نرقد. المهم واللي هو هذا الفيديو. السلام عليكم خوتي. هذا واش بيك اني باش نرجع برك للجامع يا اخو ارجع دير فينا همزيه. ارجع ما توليش كاع ارجع. اني باش نرجع برك للجامع. هذا جا هنايا صاب راحته صار الدار. الناس قاع تعاطفت معاه وقفت معاه. كيفاش هذا؟ احنا عندنا شحال هنايا وما طلعناش. جا الطفل هذا والله ما فهمتك يا سي شاكر. يعني مر ما درت العفايس هادو كاع حبنا نقولوا لك يا بليز ما تروحش نو. شاب في عمره 19 سنه جايبين عقابو. قداش عمركم انتم؟ قداش عمركم انكم تقارنوا بي انا خوتي اللي با يعرفني يجي يريح حدايا يعرفني انا شكون. وما تحكمش عليا انت وين نروح ولا ما نروحش. انا حر في روحي يا اخويا. يا اخو والله ماني فاهمو. يعني ما فهمتش الا راني حاسو بلي راهو يهضر بالمقترحات تاع الكلافي ما فهمتش. وي سي بون خوتي وصلنا لافان تاع لا فيديو. جاسبر تكون عجبتكم. ما تنساش دير جام ابوني كومونتير كدا منا من هيه وطلعوا لنا الكونت يا خوتي يا حبوا نتشارك. المهم واش نتعلموا من الفيديو هذا خوتي والنصيحه اللي لازم تمشي بها وما تخطيش كاع حياتك ما تكونش كيما الورقلي. بيس اوت.